السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد ليلة اكتساح النادي الأهلي المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2 مع الرأفة. ويلا بينا نبتدي في تحليل المباراة. سيبك بقى من قصة التحكيم وتعالى نتكلم شوية على الكابتن عماد النحاس أو على المستوى الفني. كابتن عماد النحاس مقدم أداء خرافي في مباراة الحرس بخماسية ومباراة المصري برباعية في ظل عدم وجود جماهير النادي الأهلي، ومع ذلك هناك أنباء بتشير إن فيكتور جوميز هو الأقرب لتدريب النادي الأهلي. المدرب المتدني فكريا وفنيا وتكتيكيا. لو انت فعلا كمجلس اداره النادي الاهلي والسكاوتنج بتفكروا في جوميز، ما هو الكابتن عماد النحاس في نظرنا افضل مليون مره من جوميز. طالما مش هتجيب مدرب اوروبي على اعلى مستوى يليق محاط جماهير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، يبقى الكابتن عماد النحاس الاول انه يستمر مع النادي الاهلي. مش هتدفع له 150 الف دولار زي ما انت عايز تدفع الرقم ده في مدرب يعني ملوش تاريخ، ملوش سي في قوي لا مع الفتح السعودي ولا مع نادي الزمالك. مش علشان من ريحه نادي الزمالك نروح نجيبه. قصه المدرب دي لوحدها حاجه استثنائيه غير اللاعبين على الاطلاق. لو هتجيب جوميز علشان كان بيدرب نادي الزمالك سابقا مقيدا في نادي الزمالك، فاحنا بنقول لك لا، مش عايزين فيكتور جوميز. عند نشر هذه الاخبار في الصحف السعوديه، انا عايز اسال حضراتكم سؤال: اللي بيعمله طاهر محمد طاهر مؤخرا ده من لاعب كان بيعيط حرفيا على الدكه في الموسم الماضي، جماهير النادي الاهلي مش مقتنع بيه، كان خلاص على وشك الرحيل. لاعب مساهم مع النادي الاهلي في اكثر من 19 هدف في هذا الموسم على ما اعتقد في 20 مباراه شارك فيهم مع المارد الاحمر. متواجد بشكل كبير جدا في دوري الابطال، بيساهم امام سان داونز ولولا الحظ والنادي الاهلي بس هدف في الدقيقه 90 كان يساهم في صعود النادي الاهلي للفاينل، ومتواجد مع النادي الاهلي بشكل خرافي. وكذلك امام عاشور، بص انا كلمت عنه كتير مش هتكلم عنه اكتر من كده. جبار، بيطلع نار من بقه في الشق الهجومي والشق الدفاعي، بيسجل ركلات جزاء، بيساهم في الناحيه الهجوميه، يعمل لك اسيست، يسجل هدف، بيقطع ميه ونور على لعيبه المنافس، حرفيا بيعمل كل حاجه في كره القدم. وده بقى وسام ابو علي اللي احنا عارفينه، سجل هدف من كره ثابته بشكل خرافي امام المصري البورسعيدي على طريق كريستيانو رونالدو، لفها من فوق حته لعيبه المصري بالشكل عالمي. فعلا ده وسام ابو علي اللي كلنا عارفينه. كان الهدف الاول اللي سجله النادي الاهلي مرمى المصري البورسعيدي، حرفيا كان عمل اسيست كلفه لعيبه المصري البورسعيدي بمهاره فرديه من وسام ابو علي. ما تنساش ان وسام ابو علي هو صاحب الاسيست بالنسبه لي 70% من الهدف ده. وسام ابو علي كلفه لاعب المصري وعمل اسيست، حرفيا بيقول لامام عاشور خد هدف بكل اريحيه، ضرب له خط الدفاع بالكامل. ده وسام ابو علي بخلاف الهدف الثاني اللي سجله واللي بالنسبه لنا صحيح بنسبه 100%، فعلا هو هدف صحيح، لكن لولا التواطؤ وظلم حكام الفار وحكم الساحه احمد الغندور كان زمانه سجل هدفين وساهم في هدف في هذه المباراه. ولكن هناك مليون علامه استفهام على اشرف بن شرقي. اي نعم ادى في هذه المباراه، لكن مش ده اشرف بن شرقي المنتظر من جماهير النادي الاهلي. محتاجين نشوف اشرف بن شرقي نسخه الوداد ايان القطري ونادي الزمالك، محتاجين نشوفه. اي نعم بدايه امام عاشور مع النادي الاهلي كانت زي اشرف بن شرقي، لسه ما دخلش، لسه ما انسجمش، لسه هنشوف، ومنتظرين منك يا اشرف افضل من كده مليون مره. تعالى بقى نتكلم شويه عن محمد الشناوي. اي نعم شال كذا كوره واخطا في كذا كوره، ليه مستواك متذبذب؟ ليه مش عارف تمسك الكوره بتعدي من تحت ايدك؟ الكوره بتعدي بغرابه، ليه بتكسل تمد ايدك؟ الهدف اللي سجله مهاجم المصري اللاعب التونسي سيف الدين بن يوسف ده ولا اسمه ايه ده، انت فين ايدك؟ مد ايدك، فكرني بديك كحك بايدك، ما بتلمس ايدي ليه؟ البس الكوره، انا بقول لك البس الكوره، انا بقول لك البس الكوره يا شناوي، مد ايدك وان شاء الله هتيجي. ايه يا عم في ايه؟ وياسر ابراهيم ماله؟ خط دفاع النادي الاهلي الشوارع، ما ينفعش. اوعى نتيجه المباراه تنسيك اللي حصل في مباراه المصري، مباراه صن داونز، كذا مباراه سابقه. ايه الدفاع ده؟ ياسر ابراهيم واقف يتفرج في الهدف الاول سجله المصري، حرفيا بيتفرجوا على بعض. وكوكا سيء دفاعيا، اتمنى علي معلول يشارك بشكل اساسي. علي معلول يمكن بيدافع افضل من كوكا، كوكا مالته قصير، متواجد هجوميا كويس، يعني هدف في مباراه الحرس، كان متالق في مباراه المصري، ولكن دفاعيا ما بيعرفش يدافع. النادي الاهلي محتاج يتعاقد مع اثنين مهاجمين او عفوا اثنين مدافعين من العيار الثقيل، محتاج يتعاقد مع باك الرايت او باك ليفت. اقول لك بقى اثنين باكات، اي نعم محتاجين باك اخر محمد هاني، وباك مع علي معلول، واثنين مدافعين. خلاص احنا مش محتاجين حاجه ثاني، خلاص تركت محمد علي برمضان، عندك النجم وسام ابو علي مهاجم محترم من العيار الثقيل، وكذلك نيجي الجراديشو، مش محتاجين حاجه ثاني. اثنين مدافعين يا كابتن محمود الخطيب، لو تعرف تجيب باكين وحارس مرمى، مش هقول لك حارس مرمى عشان هو يظبط، حاول ندخل مصطفى شوبير، بدون الثقه بيطمني بشكل كبير جدا عن محمد الشناوي، انت حليت مشكلتك. ولكن تاني باكدها، بلاش فيكتور جوميز يا كابتن محمود يا خطيب. لو هتجيب جوميز يبقى الاولى ان انت تسيب الكابتن عماد النحاس يستمر في القياده الفنيه للنادي الاهلي، سجل 12 هدف، 3 مباريات سجلنا 12 هدف، ده رقم كبير جدا وبصمته واضحه. في النهايه تحياتي لحضراتكم.